لما خلصت اكسسورايزنج البار وحطينا كل الاكسسوارز اللي عليه، حسيت ان في حاجه ناقصه، محتاج شويه باترن. وهنا عملت حاجه غريبه شويه انما بجد طلعت حلوه، ان انا جبت كوشنز وحطيتهم على الشلفز اللي ورا، وجبت نفس نوع الكوشنز دول بس سيلندر وحطيتهم على الكراسي من قدام. قد ايه الحركه دي ادت وورمث للمكان. هنا هنشوف ان السوفا لونها نيوترال يعني اوف وايت او جراي، حاجه بيليق عليها تقريبا كل الالوان، ودي بتبقى حاجه مريحه قوي في الستايلينج. واحنا بنعمل ستايلينج لمكان زي ده مهم قوي ان احنا ويستيك للكالر باليت اللي احنا مختارينها. حتى لو احنا هنحطها في الاكسسوارز ممكن نعيدها في الناحيه الثانيه اللي هي على الكنبه بالفابريكس اللي هي على الكوشن او على الرانر. الكوشنز دايما بتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا نقدر ندخل الباترنز والتكستشرز المختلفه في الديزاين. هنا احنا زودنا بالكوشنز باترنز وماتيريالز جديده، بس برضو خلينا بالنا قوي من الالوان اللي احنا مستخدمينها في البار الناحيه الثانيه. هنا حطينا رانر لونه نيوترال، الحركه دي بتدي وورمث للترابيزه من غير ما تحسسك ان هي زحمه قوي. هنا هقول لكم على حاجه مهمه قوي، مش دايما لما نشوف حاجة في محل متعلقة على حيطة أو حاجة محطوطة بطريقة معينة يعني احنا لازم نحطها بنفس الطريقة في بيتنا. أجنحة الملايكة دول مفروض إن هم بيتعلقوا على حيطة، إنما لما جيت حطيتهم على الترابيزة لقيت إن شكلهم بجد تحفة. ربطوا لي ألوان البار مع الكوشنز مع معظم المكان مع بعض بحاجة انترستينج ومختلفة. هنا جينا على الحتة اللي ورا الكنبة وقلنا نعمل عليها باك دروب. طبعا أنا مبسوطة قوي إن عالية كانت معايا في الحتة دي. هاي عالية. قلنا إن إحنا ممكن نعمل باك دروب للكنبة ونعمل شوية اكسسوارز عليها بس من غير ما تبقى تو ماتش. هنا حطيت الشمعدانات السوداء الحديد اللي هي بيتحط جواها شمع من غير ما تحجب الرؤية ما بين الكنبة واللي وراها. مهم قوي برضو لو احنا بنعمل مكان اوت دور ان احنا ننتبه لراحة المكان. يعني انا شفت ان احنا لما نحط بطاطين اللي هي البلانكيتس بتاعه السوفا بره دي هتبقى حاجه حلوه قوي، بما ان البيت ده في اسكندريه واسكندريه في الشتاء بتبقى برد شويه، فاكيد اي حد بيبقى قاعد بره ممكن يحط عليه غطا. انما هي برضو مش بس للبرد، انما ادت شكل حلو كاننا اخدنا حته من البيت وحطيناها بره. فهتلاقوا ان انا حطيت البلانكيت في مكانين، مكان على البار وبرضو على الكنبة. مهم قوي برضو واحنا بنعمل حتة اوت دور ما ننساش الارض. بيبقى حلو قوي لما احنا نحط حاجات على الارض مش بس حاجة بنحط فيها شجر وخلاص. هنا اخترنا نحط حاجة انترستينج شوية واللي هي الضفدع وحطينا جواه البلانتس، وكان احلى بكتير من ان احنا نحط بوت سادة. كان الحلو قوي برضو في الحتة الاوت دور دي انه فيها خضار كتير جدا. هنا حبيت نحط شوية ورد قدام الخضار. دايما الورد بيدي شكل حلو في المكان حتى لو قدام الخضار، بالعكس بتدي الإفكت انه طب هي بتزود ايه؟ لون. عايزة اقول بتزود لون. بتزهزه. اكيد مش هقول بتزهزه، عايز يحطيني في فخ. كلمة بالانجلش. زهزه. مور فايبرنت. اوكي. هنا برضو أنا قلت نحط ورد قدام الشجر بتديها فايبرنت. ما تعديش في السكين. مهم قوي برضو واحنا بنعمل ستايلينج لكوفي تيبل، بالذات لما تكون حتة اوت دور اللي هي بتبقى بعيدة عن المطبخ، ان احنا نحط حاجة نقدر نحط فيها السناكس طول الوقت وفي نفس الوقت ما تعملش كركبة على الترابيزة. هنا اخترت علبة خشب برضو واخدة الألوان اللي في البار ومن الكوشنز اللي على الكنبة، وفيها 3 علب جواها. بالطريقه دي ان السناكس بتبقى محطوطه ومتغطيه وفي نفس الوقت مش لازم تتشيل وتتحط من على الكوفي تيبل كتير. وهنا مهم قوي ان احنا دايما ما نخافش ان احنا لما نيجي نحط الحاجات ان احنا لازم نحطها زي ما احنا شفناها في المحل. انا في البروجكت ده حطيت حاجه كانت المفروض تتعلق على حيطه حطيتها على ترابيزه، والكوشنز اللي احنا متعودين نحطهم على الكنب I accessorized ورا البار اللي هو على الشلفز بيها. فأتمنى إنه إحنا نبتدي نخرج من صندوق إن الحاجة اللي إحنا بنشتريها لازم تتحط زي ما كانت محطوطة في المحل. بليز قولوا لي إيه رأيكم في الحاجتين المختلفين اللي أنا عملتهم النهاردة.
واستنونا في الحلقة الجاية من ألف لب واحنا بنكمل بقية الشقة.